إزيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. جايبة لكم إنه ترده قصة مثيرة جدا وجريئة جدا، بس قبل ما أبدأها ما تنسوش تعملوا لأي كواشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. واحدة بعثت لنا مشكلتها وبتقول: أنا اسمي سلم، صيدلانية، عندي 38 سنة. كانت شغالة في صيدلية كبيرة في وسط البلد، مطلقة من 3 سنين، وعندي بنت اسمها ياسمين عندها 15 سنة، طالبة في ثانوي. جوزي طلقني وسابني من غير أي مصاريف ولا حاجة، وما بيصرفش على البنت خالص. كان بيقول إن أنا شغالة وقادرة أصرف على نفسي وعلى بنتي لوحدي. حياتي بعد الطلاق كانت صعبة جدا جدا، مش بس من ناحية الفلوس، لا كمان من ناحية نفسي. كانت حاسة إني اتكسرت من جوه، كانت حاسة إن مفيش راجل هيقبل بيا تاني، وإن حياتي خلصت عند سن 38 سنة. كانت بصحى الصبح أروح الشغل وأرجع البيت وأذاكر للياسمين وأنام، وتاني يوم نفس الروتين من غير أي تغيير ولا أي إحساس بالحياة. كانت زي الروبوت بالضبط، بعمل كل حاجة بشكل أوتوماتيكي من غير ما أحس أو أفكر. الناس كانوا بيقولون عني إني جميلة جدا، وبعد الطلاق كان بيتقدم لي ناس كتير، بس أنا كانت خايفة أجرب تاني، وخائفة على بنتي من أي زوج جديد. كانت خايفة تتعذب أو يعاملها وحش أو ما يقبلهاش. أنا كانت متوسطة الطول ووزني 85 كيلو، جسمي ممتلئ ومدور، وما عنديش ترهلات لأني كانت بمشي كتير. شعري بني غامق وطويل لحد ظهري، بشرتي بيضا وصافية. أي حد كان بيشوفني كان بيقول إني لسه صغيرة وجميلة. بعدما أطلقت بقيت ألبس لبس محترم أكتر من الأول علشان ما حدش يفتكر إني بدور على راجل تاني. وكانت دايما ألبس البلطو الطويل فوق أي حاجة ألبسها حتى لو الجو حر علش إن أخبي جسمي، وما حدش يبص لي بصات وحشة. المشكلة الكبيرة كانت في الفلوس. مرتبي من الصيدلية كان 3500 جنيه بس، وده ما كانش بيكفي خالص. إيجار الشقة 1500 جنيه، والكهرباء والمية والغاز حوالي 400 جنيه، يعني يفضل معي 1600 جنيه بس للأكل والمواصلات ومصاريف ياسمين ودروسها وكتبها ولبسها وكل حاجاتها. ياسمين كانت محتاجة دروس خصوصية في كذا مادة، وكل درس ب100 جنيه، يعني في الشهر محتاجة على الأقل 800 جنيه بس للدروس، يبقى فاضل 800 جنيه للأكل والمواصلات وكل حاجة تاني. كانت بعيد كل يوم من الهم والضيق، مش عارفة أعمل إيه ولا أدبر أزئي. كان عندي زميلة في الصيدلية اسمها دينا، كانت صيدلانية زيي بالضبط، شغالة معي في نفس شيفة المساء. دينا كانت أصغر مني شوي، عندها 32 سنة، مطلقة برده، وكانت عايشة لوحدها من غير أطفال. بس الغريب إن دينا كانت دايما لابسة أحسن لبس، وشعرها دايما متصفف من الكوافير، وريحتها دايما حلوة من أحلى عطور. كانت بتعجب أزئي وهي بتأخذ نفس مرتبي بالضبط تقدر تعمل كل ده. الصيدلية كلها كانت عارفة إن دينا بتعمل شغل تاني بالليل، بس ما حدش عارف بالضبط إيه هو الشغل ده. كان في كلام كتير وشائعات، بس دينا كانت طيبة جدا معي، وساعدتني كتير لما أتطلقت، وكانت بتفهمني وبتسمعني لما أكون زعلونة. فتصاحبنا مع بعض بسرعة جدا، رغم إن باقي البنات في الصيدلية كانوا بيبعدوا عنها. في يوم من الأيام كانت قاعدة في الصيدلية والشغل كان هادي جدا، ما فيش زحمة ولا حاجة. دينا قالت لي: تعالي نقعد في المخزن نرتب الأدوية شوية. رحنا سوى المخزن وبدأنا نرتب الكراتين اللي جاي جديد. كنا بنتكلم عن حاجات عادية وبنضحك، وفجأة دينا سألتني سؤال غريب: يا سلم، أنتي مبسوطة في حياتك دلوقتي؟ استغربت من السؤال وقلت لها: يعني إيه مبسوطة؟ قالت لي: يعني حاسة إنك عايشة ومرتاحة نفسيا وجسديا. قلت لها بصراحة: يا دينا أنا مش حاسة بأي حاجة من يوم ما أطلقت، أنا عايشة زي الميتة بالضبط. دينا انبسط لي بصة غريبة وقالت:
أنا كانت زيك بالضبط، لحد ما لقيت الحل. قلت لها: حل إيه؟ قالت لي: هقول لك، بس مش دلوقتي، استني لما نخلص الشيفت. وفجأة سمعت صوت غريب جاي من الأوضة اللي ورا المخزن. الأوضة دي أصلا كانت مقفولة وما حدش بيدخلها غير الصيدلي بتاع الصيدلية اللي اسمه دكتور وليد. كان راجل في الخمسينات من عمره، محترم جدا ومتدين، وكلنا بنحترمه. الصوت كان خفيف بس واضح، كان في حد بيتكلم جوع. قلت في نفسي يمكن دكتور وليد بيكلم حد في التليفون. قربت من الباب بهدوء علشان أسمع هو بيقول إيه. لما وصلت للباب حسيت إن في صوت تاني معاه، صوت ست بتضحك ضحكة خفيفة وبتقول كلام مش فاهمته كويس. قلبي بدأ يدق بسرعة، حسيت إن في حاجة مش عادية. قربت أكتر ولقيت الباب مفتوح شوي صغيرين قوي. بصيت من الفتحة الصغيرة ولقيت منظر ما كنتش أتخيل أبدا إني أشوفه في حياتي. يستمر السرد كما ورد بالنص الأصلي، بنفس التسلسل، بدون حذف. اتصدمت جدا جدا، اتجمدت في مكاني، مش قادرة أتحرك ولا أمشي. كانت واقفة بتفرج من غير ما أحس، وكل إحساس كان نايم جوايا صحي فجأة بعد سنين. رجعت المخزن وأنا مش قادرة أتنفس، وبعد شوية دينا دخلت وابتسمت عادي جدا وكأن ما فيش حاجة حصلت. قلت لها: أنا شفتك يا دينا، شفتك مع دكتور وليد. ضحكت وقالت: وشفتي إيه يعني؟ ما فيش حاجة غلط. بدأ الحوار بينهم، وبدأت دينا تشرح لي عن حياتها التاني، وعن الشغل اللي بتعله، وإنه جاب لها فلوس وراحة نفسية وإحساس إنها ست مرغوبة. أنا كانت ساكتة، مش قادرة أتكلم، وكل كلمة كانت بتدخل دماغي وتعمل دوش جوايا. رجعت البيت، كلام بنتي عن يلمو بالكسر قلبي، وقعدت أعيط، وأفكر في كلام دينا وفي حياتي وفي الفقر والحرمان. الليل كله تفكير، صراع، خوف، رغبة، واحتياج. تاني يوم دينا سألتني: فكرتي؟ قلت لها: أنا خايفة. قالت لي: ما تخافيش، أنا معاك يا خطوة خطوة. وبعد تردد طويل، وافقت إني أجرب مرة واحدة بس، بصوت واحد طويل من غير توقف. اتفقنا إني أروح لها البيت بالليل، واليوم ده كان ثقيل على قلبي من أول دقيقة. صحيت الصبح وأنا حاسة إن في قرار كبير مستنيني، قرار ممكن يغير حياتي كلها. روحت الشغل وأنا ببتسم للناس غصب عني، وكل ما حد يكلمني كانت أرد وأنا دماغي في مكان تاني، بفكر في بنتي، في الفلوس، في خوفي، وفي إحساسي إني تايهة ومش عارفة أنا رايحة على فين. بعد الشغل رجعت البيت، لقيت ياسمين قاعدة على المكتب بتذاكر. رفعت رأسها وبص لي وابتسمت ابتسامة هادية كده، ابتسامة بريئة حسستني بذنب وحب وخوف في نفس الوقت. حضنتها وحاولت أبان طبيعية. سألتها محتاجة حاجة؟ قالت لي: خليك أنت مرتاحة يا ماما. والكلمة دي دخلت قلبي زي السكينة، لأني عمري ما كانت مرتاحة، ولا يوم حسيت إن الدنيا سأيباني أتنفس. استأذنت منها وقلت لها إني رايحة عند صاحبتي شوي، ونزلت. طول الطريق وأنا بسئل نفسي ألف سؤال: هل اللي بعمله ده ينقذني ولا يضيعني؟ هل ده ضعف ولا محاولة إني أعيش؟ هل المجتمع هيغفر؟ وهل أنا نفسي هقدر أسامح نفسي؟ وصلت عند دينا، فتحت لي الباب بابتسامة هادية، ما سألت شو كتير، وكأنها فاهمة اللي جوايا من غير ما أتكلم. قعدتني، وقدمت لي مية، وبدأت تجهزني واحدة واحدة. لبس بسيط لكن أنيق، كلام هادي عن الثقة، عن إن الست لما تحس بقيمتها الناس تحس بيها، عن إن الخوف طبيعي بس ما ينفعش يشل الواحد. كانت متوترة، أيدي بتترعش، قلبي بيدق بسرعة، بس في نفس الوقت في إحساس غريب إني ماشية ناحية حاجة جديدة، حاجة عمري ما جربتها قبل كده، حاجة ممكن تكون بداية أو نهاية. قابلت مهندس كريم، راجل هادي، محترم، صوته واطي، طريقته مهذبة. من أول لحظة حسيت إني مش متقيمة ولا محطوطة في خانة،
حسيت إن إنسانة بيتسمع لها. أتكلمنا عن شغلي، عن بنتي، عن حياتي، وكان بيسمع بجد، مش بيستعجل ولا بيضغط. اللحظة دي كانت فارقة، لأن الإحساس اللي حسيته وقتها ما كانش فلوس، كان إحساس إني رجعت موجودة. الوقت عاد وأنا مش حاسة، والخوف اللي كان مالي قلبي بدأ يهدى، والتجربة كانت مختلفة عن كل السيناريوهات اللي رسمتها في دماغي. ما كانش في اندفاع ولا قسوة ولا إحساس إني قليلة، بالعكس كان في هدوء ومساحة وإحساس غريب بالراحة. وأنا ماشية حسيت إن في حاجة أتفك جوايا، عقدة كانت مربوطة من سنين، مش علشان الفلوس رغم إنها كانت مهمة، لكن علشان الإحساس إني لسهم ست، ولسه قادرة أحس، ولسه ليا وجود في الدنيا. رجعت البيت، قعدت لوحدي وما نمتش، فضلت أفكر، هل أكمل ولا أوقف؟ هل ده طريق مؤقت ولا بداية لحياة تانية؟ وفي الآخر وصلت لقرار واحد بس، إني أكون صادقة مع نفسي وما أعملش حاجة غصب عني. دخلت العالم ده أكتر بعد كده، بس بشروطي أنا. بقيت أختار وأرفض وأحافظ على حدودي، ومع الوقت الأمور بدأت تتحسن. القلق قل، النفس أتفتح، والبيت بقي أهد. قدرت أشتري لياسمين اللي نفسها فيه، ودخلتها دروس أحسن، وشوفت الفرحة في عينيها، وشوفت درجاتها بتعلى، وسيعتها. حسيت إن تعبي مش بيروح على الفاضي، وإن الأمومة أحيانا بتخلي الواحد يعمل حاجات عمره ما كان متخيلها. أنا عارفة إن ناس كتير هتحكم عليا، وناس هتتكلم، وناس مش هتحاول تفهم، بس بردة عارفة إن اللي مجربش الحرمان عمره ما هيحس بوجع الاختيار، ولا بثقل المسؤولية، ولا بالخوف اللي بيصحى معاك كل يوم. أنا مش بقول إن ده الحل الصح، ومش بقول إن كل واحدة تعمل كده. أنا بس بحكي قصتي زي ما هي، من غير تبرير ومن غير تزييف. بحكي عن ستتحط في زاوية ضيقة، وقررت تعيش بدل ما تموت من القهر.